على أطراف الغرب الإسلامي في المحيط الأطلسي كيلمس تخوم الصحراء الكبرى. كاينه أرض اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في أحاديثه وثنى على أهلها، أرض صامدة وسط العواصف والفتن، أرض عمرها ما ركعات قدام الغزاة ولا المحن. السؤال اللي كيبقى مطروح، شكون هما هاد الناس اللي حفظ لهم الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات حتى اليوم القيامة؟ واش أهل الشام، أهل مصر، ولا شعوب المغرب الكبير؟ المغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا. النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاش حاجة إلا وبينها لأمته، حذر من الفتان وبشر بالخير. وسط الأحاديث ديالو كاين بشارة عظيمة، بقايا من المسلمين غادي يبقاو ثابتين على الحق، ما كيهمهم لا عدو ولا خاذل، ظاهرين ومرفوعين الراية حتى يجي أمر الله. في حديث ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزاد طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذا الكلام كيبين لنا أن ديما غادي تبقى مجموعة من المسلمين على الحق، يقاتلوا ويدافعوا وما كيتأثرش فيهم لا ضعف ولا خيانة الآخرين. العلماء من بعد اختلفوا في التفسير، شي فسر أهل الغرب بأنهم أهل الشدة والجلد، وشي قال هما أهل الشام حيث بالنسبة للمدينة المنورة الشام كيتسمى الغرب، وشي اخرين قالوا لا، النص واضح، أهل المغرب. والمقصود هنا بلاد المغرب الكبير. إذا رجعنا للتاريخ غادي نلقاو أن بلاد المغرب ماشي غير بالاسم، ولكن بالفعل كانت ديما حصن منيح. من هذه الأرض خرج طارق بن زياد اللي فتح الأندلس، وخرج يوسف بن تاشفين اللي واجه حملات الصليبية في معركة الزلاقة، وخرج محمد بن عبد الكريم الخطابي اللي وقف الاستعمار الفرنسي والإسباني في شمال المغرب. رجال صنعوا التاريخ بالثبات ديالهم وبالصبر ديالهم وبالاعتقاد الراسخ ديالهم في دين الله. واللي كيزيد الأمر وضوح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتصرش غير على الثناء، ولكن زاد بشر بدور ديال هذه الطائفة في آخر الزمان. في حديث نافع بن عتبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. العلماء فسروا أن هذه الفتوحات غادي تكون على يد المهدي وجيشه اللي من بينهم أهل المغرب اللي غادي يكونوا رأس الحربة في المعارك ديال آخر الزمان. يعني الدور ماشي غير تاريخي ولكن حتى مستقبلي. البلاد المغرب اللي صمدات قدام الرومان والوندال الأسبان والفرنسيين غادي تبقى تلعب دور محوري في الملاحم الكبرى حتى مواجهة الدجال. لكن السر في هذا الثبات ماشي غير قوة السلاح ولا العدد، بل قوة العقيدة والإيمان، لأن القوة المادية كتزول والأسلحة كتبدل، لكن الإيمان بالله واليقين بعده هو اللي كيخليها الطائفة واقفة ديما، لا كيضرها من خذلها ولا من خالفها. والسنة ديال الله عز وجل بانت في التاريخ، ذاك الثبات ماشي لحظة عابرة ولكن سنة متجددة. بلاد المغرب والغرب الإسلامي عامة بقات ديما من بعبزال اللي كيحملوا الراية في الوقات الصعيبة. ملي المشرق الإسلامي كيكون مضطرب، المغرب كيبقى كالسد الميزان. وحتى في الأحاديث النبوية النبي صلى الله عليه وسلم بشر باللي غادي قبل قيام الساعة غادي تبقى هاد الطائفة ظاهرة على الحق حتى تجي الريح الطيبة اللي غادي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ومن بعد غادي يبقى غير شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. هذه رسالة قوية، الإسلام ما عمره غادي ينقطع والحق ما عمره غادي يختفي. كاين ديما رجال ونساء ثابتين جيلا بعد جيل حتى يوصل أمر الله. فإلا رجعنا من واقعنا اليوم غادي نلقاو أننا فعلا عايشين فتن كبار، وكل عام كيجي أصعب من اللي قبله، ولكن وسط هادشي كامل كيبقى الوعد النبوي كيطمن القلوب. ديما غادي يكونوا عباد الله ثابتين رافعين راية الحق. والسؤال اللي خاص كل واحد فينا يجاوب عليه، واش غادي نكونوا حنا منهم ولا غادي نكونوا من الخاذلين اللي كيطيحوا في الفتن ويخليوا الرايه؟ اذا الرساله واضحه، خصنا نرجعوا لله عز وجل، نتوبوا ونتمسكوا بالحق باش نكونوا من ذاك الجيل اللي يستحقين البشاره النبويه. اللهم اجعلنا من عبادك الثابتين على دينك اللي ما كيضرهم لا اللي خذلهم ولا اللي عاداهم، واجعلنا من الطائفه المنصوره اللي غادي تبقى حتى يجي امر الله. امين.